اكتشاف بضعة أشخاص يحملون جوازات سفر صينية وسط مقاتلي القاعدة في أفغانستان. كيف تردين على هذا الكلام؟ نعم، كانوا أشخاصا كثيرين ممن دخلوا وخرجوا من أفغانستان، ولكن لا يمكن القول إن هؤلاء الناس إرهابيون لمجرد وجودهم في أفغانستان. لدينا حدود مع باكستان وأفغانستان وكازاخستان وقرقيزستان. هل تقولين أنه على حد علمك لم يحارب أي من الأيغور مع القاعدة أو طالبان؟ Mening bilişimçe Uygur halkının içinde bağdı belki ya bir tal ya beş tal ya iki tal adamdı. Bunun ak görünüşünü biz güman kılımız yana. حسب علمي فإنه قد يكون هناك أيغوري واحد أو اثنان أو خمسة. لا تزال الشكوك تراودنا في خلفية ذلك، لكن هؤلاء لا يمكن أن يمثلوا شعب الأيغور، وربما تكون الحكومة الصينية أيضا هي التي ترسل أيغوريين إلى القاعدة لتظهر أنهم إرهابيون. ولكن سيدة قادر، ألا تتناغم هذه المعلومات مع تأكيد السلطات الصينية بأن بن لادن وطالبان خصصوا مبلغا ضخما لتدريب من تسميهم إرهابيي تركستان الشرقية؟ Xitay hükümeti Talibanlarga, Bin Laden'ga pul yardım kılgan, kural yardım kılgan bizning Uygurlarni Talibanlarga. هذا غير صحيح على الإطلاق. هذه مجرد اتهامات من الحكومة الصينية. في الواقع أن الحكومة الصينية وليس الأيغوريون هم من كان يمول طالبان وبن لادن ويزودهم بالأسلحة. يمكنك أن تطالع الصحف الهندية حول هذا الشأن. Other than the newspapers, can you or do you have any evidence to support? غير الجرائد، هل لديك أي دليل يؤيد ادعاءك غير قراءة الجرائد؟ ليس لدي السلطة أو القوة للتحقيق مع الحكومة لتوفير الدليل. الصحيح أنهم يقتلون شعبنا البريء، الصحيح أنهم يتهموننا ويصنفوننا كإرهابيين، الصحيح أنهم يتهمون مجلس الأيغور العالمي بأنه جماعة إرهابية، ولهذا فإنني أعتبر ادعاءات الحكومة مجرد أكاذيب. سيدة قادر، أليست ما تسمى الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة حيث تعيشين الآن؟ نعم، وهذا يؤكد ما قلناه من قبل. قلت هل توافقين أن هذه الجماعة صنفت كجماعة إرهابية في الولايات المتحدة؟ حتى الآن لا أعرف إذا كانت المجموعة إرهابية أم لا. أنا لم أحقق بالأمر، وبالتالي لا يمكنني الإجابة على هذا السؤال. لقد سمعت عن المجموعة بعد أن أطلقوا سراحي من السجن وجئت إلى الولايات المتحدة. سمعت أن هذه المجموعة تم تصنيفها كجماعة إرهابية، ولكننا لا نعرف من هي هذه الجماعة، ولم نجد هذه الجماعة، ولم أقابل أي شخص من هذه الجماعة. ربما تقوم الولايات المتحدة في التحقيق في هذا الأمر وتعرف الحقيقة. أليسوا أعضاء في مؤتمر اليوغور الذي ترأسينه؟ ليس لدينا أي عضو ينتمي لهذه المجموعة. هذه المجموعة بالنسبة لنا غير موجودة، إنها موجودة فقط في أفواه الصينيين ومن وجهة نظرهم. سيدة قادر، ثمة من يرون أنكم تستخدمون أداة للضغط على الصين من قبل الولايات المتحدة وآخرين، وإلا ماذا فعلت لكم الولايات المتحدة وغيرها؟ Xitay hükümeti, muş ahir kipim yaxşı anlandaydı da.
يمكنني أن أخبرك بهذا. الحكومة الصينية، وأود منك أن تستمع إلى أخبارك جيدا، تخدع العالم الإسلامي بادعائها أن الأمريكيين يستخدمون ربيع قادر كأداة، بينما هم يخدعون الغرب بادعائهم بأن ربيع قادر والأويغوريين إسلاميون متشددون وإرهابيون. يمكنك أن ترى كيف استطاعوا أن يخدعوا كلا الجانبين. أنا لست أداة بيد الولايات المتحدة، أنا أقاتل بضميري ووعي. لقد تركت كل ثروتي للكفاح من أجل شعبي. في ذلك الوقت لم يكن لي علاقة بالأمريكيين، وأريدك أن تستمع لهذا. قبل أن آتي إلى الولايات المتحدة ضحيت بثروتي ودخلت السجن من أجل شعبي، ولقد تم الإفراج عني وسافرت إلى الولايات المتحدة. وأيا كان المكان الذي كان من الممكن أن أذهب إليه بعد الإفراج عني، كنت سأقوم بالشيء ذاته طالما كنت على قيد الحياة. أينما ذهبت سوف أستمر في حملتي حتى يحصل شعبي على حريته. إنني أفعل هذا بضميري وكأم لأبنائها. إنني لا أضع أي شخص قبل شعبي. هذه إهانة لي، ولا يمكن لأحد أن يستعملني كأداة. سيدة قادر، أنت قلت للتو بأنك خسرت كل ثروتك منذ أن غادرت الصين. من أين يا ترى تمولين حملتك الراهنة؟ طالما يمكنني الحصول على 3 وجبات فسأستمر في القيام بواجبي. بعض أبنائي تخرج من الجامعة وبعضهم لا يزال في الجامعة. وبالنسبة لحملتنا فنحن نتلقى دعما ماليا من المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية في الولايات المتحدة، ولكننا نتلقى القليل جدا بالمقارنة بشعب التبت، ونحاول بذل كل جهدنا لتحقيق هدفنا على الرغم من ضآلة الموارد المتاحة. ونتلقى أيضا دعما ماليا من شعبنا. إنني أستخدم الأموال التي نجمعها من شعبنا في حملتي. إنني أعيش في الولايات المتحدة، وهذا البلد لديه واجب إطعام شعبه. ولو كنت أعيش في أي دولة إسلامية فإن عليها أيضا واجب إطعام شعبها. تقولين إن لديهم مسؤولية لإطعام مواطنيهم وكذلك لدعم قضاياهم؟ Elbette Amerika'da her qanday kişilik hukuk için kuraş qilayotgan her qanday bir tashkilotlarning hammasini qo'llaydi va boshqa davlatlarnikini qo'llaydi, boshqa davlatlarni qo'llaydi, islom dunyosini qo'llaydi. Haqiqat uchun ish qilayotganlarni har qanday davlatlar. أنا لست مواطنة أمريكية، وفي الولايات المتحدة فإن أي منظمة أو مجموعة تعمل من أجل نيل حقوقها ومن أجل تحقيق الديمقراطية وحق البقاء تحصل على دعم الدولة. وأعتقد أن أي دولة في العالم بما في ذلك دول العالم الإسلامي عليها مسؤولية دعم هؤلاء الذين يدافعون عن حقوقهم من أجل تحقيق العدالة والديمقراطية. ولدي شيء آخر أود قوله: إن الله لن يسامح أبدا هؤلاء الذين لا يتحدثون دفاعا عن الفقراء والنازحين أو المستعمرين، إنما يتحدثون باسم الأمم القوية الغنية. إن شعبي مثل الأيتام وصوتي يمثلهم، ولا يمكن لأحد سوى الله أن يسكت صوتي. سيدة قادر، أخيرا، بعض أبنائك 11 هاجموك في وسائل الإعلام الصينية باعتبارك مثيرة للعنف العرقي. هل اتصلت بهم منذ ذلك الحين؟ أنا أحبهم وأعتز بهم وأثق بهم. أنا أعرف أبنائي وأعرف قيمهم. إنهم ليسوا الأبناء الذين يمكن أن يقولوا شيئا عن أمهم. هذه ليست طبيعتهم. يمكنك أن ترى النظام الفاشي الصيني من خلال ذلك. هذا النظام أرغم أبنائي أن يتحدثوا ضد أمهم، ولكنني أفهم أبنائي. هذه النقطة إذن وصلت. بهذا نأتي مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج في الصميم. أشكر ضيفتي الناشطة الصينية من قومية الأويغور المسلمين ربيعة قادر، كما أشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.